الكنيسة برضو النهاردة بتكشف لينا عن شخص العريس. تقول للعروس اوعي تفتكري ان العريس بتاعك ده المتألم ده شخص عادي. ده عريسك المتألم ده هو الملك. وتقول له كده باللحن الشامي، لحن بكسرونس: كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب الاستقامة قضيب ملكك. كرسيك يا الله، كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. اوعي تفتكري ان الحاجات اللي انت شايفاه فيها هدياتي من حيث الصليب، من حيث اكليل الشوك، من حيث دي تنفي انه الملك. بالعكس، دي تثبت تجسده الالهي وتثبت حبه وتثبت انه جاي مخصوص. حتى النبوات تكلمت عنه النهارده كمان كملك حقيقي يريد أن يتوج النفس، يريد أن يتوج العروس ملكة. فنقول جلست الملكة عن يمين الملك. يكفي أشعياء النهاردة يقول: من كال المياه بكفه، من قاس السماوات بالشبر، وكال تراب الأرض. هوذا الأمم كلها تحسب كنقطة من دل، وكغبار الميزان تحسب. شايف الدنيا دي كلها دياتي؟ ربنا بيقول للنفس: شايفة الدنيا دي كلها؟ شايفة الناس دي كلها دي؟ شايفة المسكونة دي كلها؟ شايفة الملوك؟ شايفة كل دول زي نقطة نازلة كده من دل، نقطة مية نازلة من دل لا تحسب. فشايفة الناس دي كلها. انت خايف؟ من أنت حتى تخافي من إنسان؟ ما تخافيش من حد. أنا وليك الحي، أنا إلهك الحي، ما تخافيش من حد. الناس دي كلها دي عاملة زي، عمركم شفت واحد عنده ميزان كده قاعد ينظف الميزان عشان شوية تراب كده؟ أبدا. صدقوني حتى بتاع الذهب اللي بيزين بميزان الذهب ما بيعملش كده. كل الدنيا دي كلها دي لا شيء، وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وفي سكان الأرض. ولا يقول ولا يوجد من يقول له ماذا تعمل أو من يمنع يده. شوفوا جمال الكنيسة. تريد أن تكشف لنا الكنيسة في اليوم في عريس النفس اللي بديت في البداية بمثل إني أنا كنفس من بيت متواضع، من بيت بسيط، من قرية بسيطة، وبصيت لقيت عريس داخل عليا. هو غير أو خد ملابس أخرى عشان ما تخضش منه، وشوية رويدا يكشف لي عن شخصه.